السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي يا كل حبايبي؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هشارككم معايا مشترياتي البسيطة للمطبخ. دي يا بنات 3 صواني سعرهم 100 جنيه. الصواني دي زي ما انتم شايفين كده، الرسومات اللي عليها ورود وزهور وجميلة جدا. المقبض اللي هنا ذهبي وفيه لمعة جلته الروعة. كمان الكنار او البرواز الصينية زي ما انتم شايفين كده شفاف وشكله جميل. الصواني طبعا صينية صغيرة خالص صغيرة، واللي اكبر منها عفوا يا بنات، اللي اكبر منها، وبعدين الكبيرة خالص زي ما انتوا كده شايفين. طبعا الوانها جميلة جدا ورائعة، وحتى من الخلف الوانها جميلة جدا وتحفة زي ما انتوا شايفين. عفوا يا بنات لصوت الموتوسيكل اللي بره، لاني بصور في اوضه على الشارع. طبعا دي هتكون حسب احتياجاتي، هختار مقاس الصينية. هنا يا بنات كمان انا اشتريت علب تلاجة. عفوا، علب التلاجة دي زي ما انتوا شايفين كده اشكالها حلوة خالص. هوريكم واحدة انا فاتحاها ومجهزاها. زي ما انتوا شايفين دي بتتقفل ازاي يا بنات؟ بتتقفل كده كليبسات، بتضغطي هنا وبتتقفل من هنا وبتتقفل من الاربع جهات. زي ما انتوا شايفين. الغطا بقى نشوفه مع بعض. طبعا هو شفاف، لونه كده فوشيا فاتح او فوشيا فاتح. لونه حلو او روز زي ما تحبوا تسموه. آه هنا يا بنات فيه كده لمعة جليتور حلوة خالص. الغطا كمان فيه حوالين الغطا فيه اللي هو الجزء الابيض ده سيليكون علشان يحكم لك غلق العلبة بحيث ان ما يدخلهاش هواء. ولو انت حاطه مثلا في حاجات فيها سوائل في الرف اللي فوق او كده واتكبت او اتدلقت، فهيكون سهل ان هي ما تتأثرش العلبة باي اكل جواها. طبعا انا مخليه العلب دي حلوة كده وواسعة وجميلة وعميقة زي ما انتم شايفين كده. اشكالها شكلها كده من بره تحفة جدا من الخلف. طبعا العلب دي صحية جدا، وكمان بتدخل الميكروويف. العلب دي 5 علب، سعرهم 70 جنيه يا بنات. طبعا جميلة جدا. انا خليتها علشان احط مثلا فيها بواقي الاكل، فراخ مثلا، لحمة، في مثلا عملت صينية مكرونة او بطاطس واتبقوا شوية، ما ينفعش طبعا ان انا اخليهم في صينية كبيرة او حاجة زي كده، فممكن ان انا احطهم. وخاصة ان العلب دي متاخدة كده بالتدريج، الاكبر للاصغر للاصغر. هوريكم حالا. دي يا بنات اكبر علبة زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو خالص وجميله. دي اكبر علبه. غير كده الغطا شفاف بحيث ان انا اشوف ايه اللي انا شايلاه جواها. طبعا انا هخليها للاكلات بس، بحيث ان انا اشيلها في التلاجة فتبقى حلوه كمان وفظيعه. هي شكلها جميل جدا. طبعا من العلب الصحيه اللي انت بتستخدميها، صحيه جدا في استخدامها. دي العلبه اللي اصغر منهم، ودي العلبه رقم 4. زي ما انتم شايفين برضو بنفس الرسومات. شايفين مقفولة ازاي؟ زي ما انتم شايفين من كل الجهات. ودي اصغر علبة بقى، حبة مخلل كده باقيين، حبة جبنة فتتشال فيها. عفوا يا بنات للصوت. هنا كمان عندي العلب دي. شوفوا يا بنات العلب دي حلوة خالص ان انت تخزني مثلا فيها الخزين بتاع بيتك. ان انت مثلا تحطي رز، مكرونة، عدس، فول مدشوش او مجروش، الحاجات دي كلها. طبعا ممكن ان انت برضو تستخدميها في ان انت تحفظي فيها الخضروات في التلاجة. طبعا هتنظم لك التلاجة جميلة جدا، وهتنظم لك كمان المطبخ بتاعك. هتخلي طبعا في مكان كويس، حتى لو المطبخ بتاعك مش هيكون فيه مكان زي ما انت عايزة او مساحة فاضية زي ما انت عايزة، هتكون كل حاجة فيه منظمة وفي اماكنها كده، وسهل عليكي ان انت اللي تحتاجيه تجيبيه على طول، هيكون سهل عليكي. زي ما انتم شايفين طبعا هي بتتقفل بالطريقة دي. لما بتفتحيها كده ماشي. هنا في كمان مقبض كده بتفتحيها بيه. دي العلبة الاكبر. هنا العلبة الأصغر. هنا العلبة الأصغر خالص. طبعا ممكن شوية فلفل أخضر كده صغيرين، شطة، ممكن أحطهم فيها. مثلا هنا في شوية خيار مع فلفل رومي. هنا مثلا في شوية طماطم، في حبة بتنجان، في حبة جزر، في حبة كده. فهيكون سهل عليا برضو ان انا احفظها. او مثلا لو عندك خضرة بتحطي فيها مناديل مطبخ
او مثلا ورق التنشيف ده برضو كويس خالص، بتحطيها فبتمتص منها المية خالص وبتبقى جميلة. ده كان فيديو النهارده. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك وتسجلوا الاعجاب بيها، وما تنسوش تتركوا معايا تتركوا كومنت ظريف، وتعملوا نشر الفيديوهات لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش برضو تعملوا لايك. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.